مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم حلقه جديده من مساحه للراي. تمثل الشائعات جزءا من حروب الجيل الرابع التي تعتمد على نشر الاكاذيب لخلق حاله من الاحباط والتشكيك في مؤسسات الدوله، خاصه في ظل وجود وسائل التواصل الاجتماعي التي تساعد في سرعه نشر المعلومات المضلله وزعزعه الثقه بين افراد المجتمع. الدوله المصريه تدرك اهميه مواجهه الشائعات والتصدي لها كاولويه وطنيه للحفاظ على استقرار وتماسك المجتمع، وعملت على تبني استراتيجيه شامله للتصدي لتلك الشائعات تتماشى مع التحول والتطور السريع لطرق انتشارها. للحديث اكثر عن هذا الموضوع سعدنا ان يكون مع الدكتور مايكل البدراوي، مستشار التخطيط الاستراتيجي وسفير التنميه المستدامه ومبادره وزاره التخطيط للتنميه الاقتصاديه. منورنا دكتور، اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك واهلا بالساده المشاهدين. خلينا في البدايه نطلع تقرير، وبعد هذا التقرير نفتح هذه المساحه فوق معنا. في عصر تكنولوجيا المعلومات لم تعد الشائعات مجرد أخبار زائفة، بل أضحت أداة خطرة تستهدف زعزعة استقرار الدول والتأثير على وعي الشعوب. ومع تزايد وتيرة التضليل تدرك مصر أن المواجهة لا تقتصر على نفي الأكاذيب، بل تتطلب بناء وعي مجتمعي قادر على التصدي لها من جذورها. فالجمهورية الجديدة التي تسعى الدولة لترسيخها تقوم على المعرفة والثقة والقدرة على التمييز بين الحقيقة والتضليل. تولي الدولة المصرية أهمية كبرى لمكافحة الشائعات من خلال تعزيز الشفافية وسرعة الإفصاح عن الحقائق عبر المنصات الرسمية، مما يقلل من تأثير الأخبار المضللة ويعزز الثقة بين المواطن والدولة. كما تلعب وسائل الإعلام دورا رئيسيا في تقديم المعلومات الصحيحة والتصدي لمحاولات التضليل بالتوازي مع الجهود الوطنية لنشر ثقافة المواطنة وتعزيز الوعي من خلال المناهج التعليمية والمبادرات الثقافية. فالمعرفة ليست مجرد وسيلة للعلم، بل هي سلاح يحمي العقول من التلاعب ويعزز الانتماء الوطني. في النهاية لا يمكن مواجهة الشائعات فقط بالتصحيح والنفي، بل ببناء مجتمع يمتلك المناعة الفكرية ضد التضليل. ومع تضافر جهود الدولة والإعلام والمجتمع يمكننا ترسيخ ثقافة الوعي وبناء وطن قادر على مواجهة التحديات بثقة وإرساء دعائم جمهورية جديدة تقوم على الحقيقة لا الوهم. مشاهدينا الكرام، اهلا بكم مجددا مره برحب بضيف الاستاذ الدكتور مايكل البدراوي، مستشار التخطيط الاستراتيجي. دكتور مايكل، بدايه خلينا نعرف الساده المشاهدين كالعاده، يعني ما الشائعه؟ ايه هي الشائعه؟ الشائعه دي هي عباره عن معلومه بلا حقيقه، يعني معلومه بيتم ابراجها بلا حقائق معينه لاثباتها. والغرض دايما من وجود الشائعه هو نشر معلومات متعدده في كذا طرف، الحقيقه وسطهم غايبه، وبيتم ترددها من اكثر اتجاه، فتثار الشائعه على مستوى عالي جدا، وجماعنا بنقولها بس مش عارفين فين الحقيقه او المعلومه مصدرها منين. فالشائعه اصلها معلومه بلا حقيقه. ده ملخص كلمه شائعه. تمام، خلينا نتكلم على يعني تاثير يعني الشائعه على الامن القومي، خاصه من الواضح ان الدوله المصريه تتعرض لكم كبير من الشائعات من خلال منصات اعلاميه، من خلال مواقع، من خلال حتى السوشيال ميديا. خلينا ناكد على كلام حضرتك في الجزئيه دي بالذات، وان كمان سرعه انتشار الشائعات كان بقى اصبح يعني كالبرق زي ما بيقولوا. بمجرد ما تتكتب على احد وسائل التواصل الاجتماعي بيتم عمل شير وفولو ونقلها من كذا حد، على اساس يعني ان الناقل ممكن يكون متصور ان هو بينقل خبر حصري او فكره حصريه. طبعا كان الكلام بدون التاكد منها. والجزئيه بتاعت موضوع الشائعات في السوشيال ميديا حاليا كمان خطورته قوي، ان كان زمان مصادر الاخبار هي مثلا مسبيرو، الجرايد، فيبقى التحقق هو موجود الاول قبل القاء الخبر. انما حاليا بيتم القاء الخبر جزافا، ثم يتم بالتبعيه ندور اذا كان حقيقي ولا لا. ودي مشكله كبيره حاصله في السوشيال ميديا. بمجرد نشر اي شائعه هي لها تاثيرين دايما على الدوله المصريه، تاثير داخلي وتاثير خارجي.
تأثير خارجي ده دايما بيظهر في قوتك، في مدى تخوفك من شيء. الناس بتحاول تظهر مظهر مصر ايه بره، في ضعف ما عايزه تقول عليه وهو مش موجود، يعني لان هي في الاول والاخر شائعه. طب داخليا الغرض من اي شائعه داخليا قولا واحدا هو الثقه واللعب على تعزيز الثقه. يعني ايه؟ هكذا انا بحاول افقد الثقه بين المواطن واخوه المواطن، المواطن والمؤسسه الحكوميه القائمه بعمل ما، المواطن والقياده السياسيه، المواطن ومؤسسات امنيه بعينها في البلد. فالثقه لما تفقد بين اطراف معينه بتفتت. يعني خلينا نتكلم على الاسره الصغيره، لو الاب والام او الزوج والزوجه حصل بينهم فقدان ثقه فبتنهار. نفس الكلام تعزيز الثقه ضد مواجهه اشاعات او ضد اشاعات هو ده اللي بيخلي الامن القومي في حاله اتزان نسبي ومستمر طول ما انت على طول بتجابه هذه الاشاعات. فالشائعه غرضها الاساسي هو كسر رباط الامن القومي. خلينا نقول ان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كثيرا ما يؤكد على مساله الوعي واهميه الوعي لدى المواطنين في ظل هذه الحاله من السيوله من الشائعات المتواصله ضد الدوله المصريه. كيف ترى جهود الدوله للتصدي للشائعات؟ يعني خاصه حضرتك اشرت الى بعض النقاط، مساله ان انا اخذ شائعه واعرضها او اشيرها بدون حتى ما افكر هل الموضوع ده صحيح او خطا او تاثيره على موضوع البشر اللي ممكن يتلقوا هذه المعلومه يعني. صحيح. طب ناخد اول نقطه كده. فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي دايما في جميع مقابلاته وحواراته بيؤكد على ان تعزيز، يعني يا شعب مصر انتوا مالكمش دعوه باي شائعات، بصوا على الوطن. اخيرا انا كنت حاضر قداس عيد الميلاد وهو وجه للشعب فيه كلمه ان انتم ما تخافوش على بلدكم، ان احنا اقوياء، ان احنا ما فيش يعني كل المسميات دي عشان ما ينفعش الشعب يبقى حاسس بضعف. القياده السياسيه بتخاطبك بمباشر، سواء الناس اللي كانوا جوه الكبريه او اللي قاعدين قدام شاشه التلفزيون. احنا دوله قويه. لما قائد القياده السياسيه نفسه راس الدوله بيقول ان احنا دوله قويه، يبقى انت لازم يبقى عندك ثقه. ده جزء من تعزيز الثقه. بالنسبه لبقيه كيانات الدوله، خلينا نبص لجانب ايجابي جدا حصل، منها المركز الاعلامي لمجلس الوزراء. على طول كل ما تظهر شائعه في ايا كان وضعها بقى، سواء تزييف حقائق، صوره معينه راحوا مفبركينها وخلوها بتاع كذا، بيروح طالع قايل لك الحقيقه كذا والشائعه بالشكل الفلاني. ويعني خلينا نفيد بالذكر برضه ان المركز الاعلامي امبارح اصدر بيان على صفحته في الفيسبوك، قال نسب الشائعات اللي اتعرض ليها خلال السنوات اللي فاتت، اخرها كان في التقرير كان ذاكر 2024 ان نسبه 16% تقريبا وكسور الشائعات في القطاع الاقتصادي والصحي. خلينا نقول ان 16% دي يعني كل 10 اخبار طلع خبرين فيهم اشاعات. وعن الاقتصاد وعن الصحه. وحضرتك لما انا اطلع مثلا ان في تحور جديد في فيروس ما، او ان في امراض كذا في مكان فلاني او عدوى او سرقه اعضاء مثلا، ففي مجموعات من سرقه الاعضاء شغاله، انت بتخلي في توجس في الشعب والدنيا فيها خوف. نفس الكلام في المجال الاقتصادي، احنا كل شويه نلاقي فجاه اشاعه احنا بعنا كذا واشترينا كذا وسيبنا الارض الفلانيه والمشروع الفلاني باظ والمشروع. كل هذه الاشاعات اللي بتدرج بنسبتها العاليه، على فكره احنا من اعلى النسب تقريبا في العالم. وفي دوله في العالم كلها في منصات اعلاميه وشاشات وبرامج طول الوقت يعني تتعرض الدوله المصريه، ما فيش غير الدوله المصريه فعلا. لما تتابع ما فيش. وده يدل على حجم المجابهه اللي بتجاوبها الدوله المصريه بكل كياناتها او مؤسساتها الحكوميه. وعليه مساله المركز الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تقريبا كل وزاره عامله صفحه الكترونيه على الفيسبوك على طول اخبار المشروعات القوميه بتاعتها او المشروعات التابعه، البروتوكولات اللي بتعملها الوزاره، بحيث يعني يقضي مبدئيا على الشائعات من المهد. نفس الكلام المحافظات بتاعتنا كلهم، كل محافظه ليها منصه رسميه، وهو ده اللي احنا بنتكلم فيه بقى، ان اللي عايز يجيب خبر عن المحافظه الفلانيه عن الوزاره الفلانيه يلجا للمنصه او المكان الرسمي بتاعها. يعني طبعا في منصه مصر الرقميه برضه خدمات كلها، فما لو انت عايز تعرف شكل خدمه معينه ما تلجاش لصفحه تكون بتقول اي اخبار عن ان الخدمه بتلقى بالطريقه الفلانيه. اذا برضه الدوله المصريه بقت ماشيه في نطاق المنصات الالكترونيه بحيث ان هي تجابه اول باول كل الشائعات اللي ممكن تقريبا تكون بتحاصرها يعني.
دكتور مايكل، حضرتك اشرت الى جزئيه هامه جدا، هي مساله وجود منصات تابعه للدوله للرد على الشائعات، وحضرتك ذكرت مركز اعلام مجلس الوزراء او حتى متحدثين الرسميين للوزارات يعني. خلينا اقول هل يعني وجود هذه المنصات ضروره؟ لان البعض يعني يقول لك ايه يا عم الشائعات دي بتبقى مستفزه قوي، فما فيش داعي ان احنا نرددها او نرد عليها لانها ما تستاهلش. وحضرتك تعلم ان الشائعات دائما بتبقى مستفزه وغير طبيعيه، يعني هو الهدف منها كده يعني. صحيح. انت شايف هل يجب ان تكون هناك ردود فوريه على كل شائعه تتعلق، مثلا حضرتك ذكرت وزاره الصحه، صحيح، وزاره الماليه فيما يخص الاقتصاد او الاستثمار او البنزين مثلا اعلاناته كلها. يعني هل انت شايف ان لازم نرد بسرعه ولا نتجاهل هذه الشائعات في ظل هذا الكم والسيوله الكثيره من الشائعات؟ خلينا نتفق على نقطة ان الشائعة ادام خرجت هتوصل لمستويات كتيرة من الثقافة. ممكن نكون على مستوى معين فاهمين بمجرد قراية الخبر ان دي شائعة، ف يعني مجموعة من الناس من المصريين هتتجنب الشائعة دي من الاول مش هتنشرها. انما لو حضرتك ابتديت تنزل للشارع للراجل العادي اللي مش بيتابع اساسا السوشيال ميديا بس سمع وابتدى هو يعني يبتدي يساير الناس اللي حواليه سواء في موظف في حته او بائع او ويقول نفس الشائعه، هتوصل بشكل ما ان دي حقيقه. وعلى المستوى السكيل الاصغر اللي ما فيهوش توضيح حقائق هتبقى دي العقيده بتاعت ان حاصل دلوقتي في مصر انتشار فيروس، حاصل دلوقتي في مصر بيع ارض، حاصل دلوقتي في مصر ان في البنزين بيغلى، وده ما حصلش. فيبقى هو تم نفيه على مستوى عالي من الناس او مستوى مثقف معين من الناس، انما الراجل الشارع العادي اللي بيتداول قدامه الشائعه لا انتشرت بالنسبه له. اذا بقى في خطوره هنا، لان حضرتك برضه بتكلم القاعده الشعبيه اللي بتسمع بس مش ممكن تكون شافت الحقيقه. فطبعا وجود الحاجات دي لا بيخلي اللي قال يبقى من الاول قبل ما ينقل صحح المعلومه. في اكتر من اداه الناس بتتفرج عليها، مثلا هنقول بقى راديو وتلفزيون الكلام ده كله ممكن يقول تكذيبات للشائع دي، لان طبعا نسبتها كبيره. احنا قلنا 16% في 2024 وهي عالي من 25 لسه بادئين اهو، ما نعرفش نوصل لكده. اذا لا وقت اي شائعه انا يعني ارجحه جدا، لان بندور على جميع مستويات الشعب المصري ان هو توصل له نفي الشائعه. على ذكر الشعب المصري خلينا اقول لك دور المواطن بقى دكتور مايكل في يعني التصدي لهذه الشائعات، وما يكونش، خليني مش عايز اقول عنصر ايجابي، ولكن ما يكونش عنصر سلبي في ان هو بيزود يعني من دائره هذه الشائعات او تداولها. صحيح. بص يا فندم، هو المواطن المصري خلينا نثق في وطنيته بنسبه مليون في المية. نلعب على الحكمه. الحكمه في التصرف بالذات في يعني شكل الشائعات في الوضع الحالي، ان هو اول حاجه ما اخدش شير على طول. حضرتك دلوقتي بالنسبه خلينا نقول للشباب اللي هم نشيطين قوي في السوشيال ميديا والحاجات دي، ممكن يتاكد من اكتر من مكان الخبر ده. يعني حضرتك لو في خبر ما وليكن عن وزاره الصحه ودخل عمل سيرش عليه في جوجل او اي منصه بحثيه، هيلاقي في عدد من الاخبار. لو هو مكرر بنفس الشكل يبقى يجوز نسبه صحته عاليه. طب لو متخبط يعني مره حد قال حاجه ومره قال حاجه يبقى ما ننشروش. يبقى لازم ما ننشرش على طول، لازم نتاكد من صحه الخبر من اكتر من حاجه. واحنا عندنا كمان تكنولوجيات عاليه قوي دلوقتي تقدر تخليك تعرف تفاصيل عموما عن اي معلومه، زي الاي اي ارتفيشال انتليجنس، الذكاء الاصطناعي. لو حضرتك دخلت على شات جي بي تي مثلا او اي برنامج كتبت له وزاره الصحه فيروس كذا، هيقول لك كان الفيروس ده في الفتره الفلانيه وحاليا تم السيطره عليه ومش موجود. اذا الشائعه اللي طلعت جديده ان هو في حاجه دلوقتي في الوقت الحالي مش موجوده. فطبعا خلينا نقول ان المواطن دوره في البحث قبل النشر، ان احنا بنجد التحقق، لازم يتحقق من الحاجه بنسبه كبيره، لان وطنيته تقتضي عليه كده، لان نشر الشائعه هيأثر على الدوله. بالتاكيد. دكتور مايكل، انت اتكلمت كده وقلت ان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني اثناء وجوده في احتفاليه اخواننا المسيحيين في الكاتدرائيه اتكلم على مساله الوعي. وهنا خلينا نتكلم على دور المؤسسات الدينيه، ازهر، كنيسه، في المشاركه في نشر الوعي والتصدي للشائعات.
خلينا نتكلم ان دور الكنيسه والازهر هو دور دايما كديني بيؤسس للاخلاق. الشائعه دايما تبقى ضد الاخلاق، وهنجد ايات كتيره في القران الكريم وفي الكتاب المقدس بتحس على عدم نشر الشائعات. لازم انتباه للوطن كتير. لازم نتبين من اي شائعه، لازم نتحقق منها، لان فإن جاءكم فاصل بنبأ فتبينوا. فلازم قوم بجهالة طبعا الشائعة هي دايما بيبقى غرضها ايه؟ انا هضرب مؤسسة ما، فانا خلاص صبت قوم بجهالة وانا ما اعرفش حاجة، بس انا نقلت قلت المؤسسة دي عملت كذا، الجيش بتاعنا مش عارف ايه، الشرطة بتاعتنا وبضرب دايما. يعني نلاحظ ان اللي بيحاول يوجه لضرب بشائعة معينة ما بيقصدش برضه قطاعات معينة، غير لما بيضرب في قطاع هو عايز يعمل خلل في الدولة المصرية، فدايما بيتصدر المشهد الاجهزه الامنيه اولا ثم الاقتصاد والصحه. يعني ده حتى قلنا ان الاقتصاد والصحه من اعلاهم دلوقتي. فاحنا لازم يبقى دور الازهر والكنيسه طبعا خلال الدروس الدينيه والعظات اللي موجوده في الصلوات يبقى في توعيه للمواطن، لان في مواطن بسيط بيثق في رجل الدين ممكن اكتر من وسائل الاعلام الثانيه، فبالتالي نقدر نعمل ده. يعني خلينا اقول من الامور السلبيه اللي بنشهدها هذه الايام والفترات الماضية هي مسألة البرامج في بعض القنوات الإعلامية، وللأسف هي لا تتبع مسبيرو. يعني لأن مسبيرو ليه كده ليه استراتيجية وليه رؤية تخدم الدولة المصرية بالتأكيد، يعني تخدم المواطن والشعب، لأن احنا شغالين عند المواطنين. يعني أتكلم على إن بعض المنصات الإعلامية دكتور مايكل بتاخد من السوشيال ميديا وتشتغل في الإعلام. صحيح. وهنا بتبقى الكارثه اللي هم البحث عن الترند على حساب حاجات كتير قوي. صحيح. انت شايف الموضوع ده ازاي؟ بص يا فندم، طبعا انا احنا خلينا نقول ان مسبيرو ده حاله خاصه لانه ملتزم دايما بالمواثيق الاعلاميه اللي تهم الدوله المصريه وعلى المستوى العالمي حتى في مناقشته وفي القنوات الدوليه. الباقي غير ملتزم بالمواثيق، وده لازم جهات الرقابه الاعلاميه تبتدي تعمل عليه سبوت شويه، لان انت بتنقل برضه معلومه يجوز غير عدد من الشعب ما بيتابعك. لا هو ممكن يكون عارف انها خطا، بس هو عايز زي يقولوا يسخن الليله. ده هي النقطه بتاعت الترند ده بيحصل كده. وحتى خلينا يعني نقول بره القنوات برضه موضوع اللايف اللي بيطلع بيه ناس ما بيطلع يعمل ترند زي الحلقه اللي هي الحلقه الاخيره بتاعت الدكتوره اللي كانت بتتكلم عن الدي ان ايه، ما دي حاجات ترند بقى ومش عارف ايه ضد طبعا فطبعا لا انا اعتقد ان يعني وضع قوانين معينه تحد من الموضوع ده هو اللي هيبقى في صالحه. الدكتور ماكد بيتكلم على شيء اهم جدا، القوانين والتشريعات اللي تكون رادع لكل من تسول له نفسه يعني المساعدة أو المشاركة في هدم قيم المجتمع. هل الدولة المصرية يعني تنبهت لهذا الأمر وأصدرت تشريعات وقوانين يعني صد هذا الهجوم من الشائعات على الدولة المصرية بعد هذا التقرير للصحافة الحكومة؟ رايقين كده سيكا سيكا. نبدأ صحافتنا من صدى البلد، حيث أوضحت الدكتورة هالة منصور أستاذة علم الاجتماع مدى خطورة الحروب التي تعتمد بشكل كبير على الشائعات والإعلام للتأثير على نفسية المجتمع وزعزعة استقراره، مؤكدة أن هذه الحروب تستهدف تقسيم الدول واستنزاف مواردها باستخدام وسائل تكنولوجية حديثة. وفي الوطن يقول الدكتور رضا فرحات أستاذ العلوم السياسية إن الشائعات هي أخطر التحديات التي تواجه الدولة المصرية في الوقت الراهن، حيث تسعى إلى زعزعة الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، ما يؤثر سلبا على الاستقرار والتنمية. أما الدستور فيقول الدكتور علاء شاكر إن الإصلاحات الاقتصادية والمشروعات التنموية التي تشهدها محافظات مصر خير رد على الشائعات التي يتم ترويجها للنيل من بلادنا وإحداث حالة من عدم الاستقرار، ولم تغفل الإصلاحات العنصر البشري الذي هو أساس التنمية لتحصينه ضد أي مؤثرات خارجية. وأخيرا من اليوم السابع يؤكد المهندس أحمد صبور عضو مجلس الشيوخ أن حرب الشائعات التي تتعرض لها الدولة المصرية هي محاولة بائسة من جانب أعداء الوطن للتشكيك في إنجازات الدولة وما حدث من طفرة تنموية ونهضة شاملة في القطاعات كافة، والتي كانت بمثابة الركيزة الأساسية في بناء الجمهورية الجديدة.
بدل مرة تانية برحب بضيفي الدكتور مايكل بجراوي. دكتور مايكل، كنت بتكلم قبل التقرير على القوانين والتشريعات اللي المفروض تتخذها الدولة، أو هل اتخذت الدولة هذه التشريعات والقوانين للحد من هذه الشائعات؟ خلينا نتكلم ان القوانين الحاليه غير منصفه لتامين موضوع الشائعات بشكل كبير، وحاليا ما زالت بتحكم بقوانين بديله ليها، اللي هي قوانين الجنح والاجراءات الجنائيه. انما في قوانين اللي هي الالكترونيه اللي طلعت بتاعه الشرطه والتتبع، اللي منها موضوع الاستفزاز الالكتروني والاستفزاز الالكتروني اللي هو التحرش والحاجات دي كلها. انما ما زال يعني مجلس النواب على عاتقه المفروض ان جزئيه ان يبقى لا الشائعه ليها محاسبه بشكل فوري اكتر من موضوع الرصد والكلام ده كله. طبعا لازم تصاريح، يعني حضرتك كصفحه ممكن تكتب 30 شائعه ولا تحاسب على واحده فيهم لان ما تمش رصدك او الاخطار بيك. اذا لازم يكون في وحدات رصد موجوده لجميع السوشيال ميديا، ويبتدي يتحول على طول لمحاسبات بشكل ما، حتى وان كانت بشكل غرامات عشان خاطر نقنن. مش هنتكلم ان كل ما حد يغلط لحين ما يبقى الناس عارفه ما هي مسؤوليه ان انت تنشر خبر حقيقي من عدمه يعني. أجهزة الدولة لها دور، والإعلام له دور كبير جدا يعني بالتأكيد في إيضاح الحقائق. ويمكن حتى التقرير ذكر مسألة إن الإعلام يجب أن يعني مش عايز أقول في حالة دورية أو في حالة مستمرة أن يعرض ما تم إنجازه من إنجازات يعني خلال يعني منذ تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الآن من 2014 إلى الآن. كم الإنجازات التي تمت خاصة في البنية التحتية المصرية كم غير مسبوق. لو هنتكلم على الصحة، يعني ملف الصحة فيروس سي مرورا ب 100 مليون صحة، مرورا بتاع مربوطة بنهاية ل 100 يوم صحة، ملف مشرف. والتأمين الصحي طبعا اللي بينتظر كلنا كمصريين، أمور كثيرة جدا يجب أن يكون للإعلام دور كبير في يعني إيضاحها. هنا أتكلم على الإعلام بدور، أجهزة الدولة لها دور، أتكلم على المجتمع المدني كمان والجمعيات الأهلية ودورها. صحيح. خلينا نقول ان في بعض الوزارات قامت بمبادرات شبابيه كتيره، منها وزاره الشباب والرياضه على الوجه الاخص، يعني بان هي تحاول تعمل دورات توعيه الشباب بما فيه من انجازات القياده السياسيه الحاليه، وانه يتم على الارض مشروعات قوميه وغرضها. لان حضرتك ممكن تبقى شايف مشروع استزراع سمكي ومش عارف غرضه ايه، ولا مش عارف مكسبك منه ازاي. في طريق وكوبري اتعملوا وكميات طبعا رهيبه في وقت خرافي. وانا كمهندس اقدر اقول يعني ان الحته دي احنا يعني بقينا من اعلى مهندسين الدول على المستوى العام في معدلات الانجاز. احنا حاجه بتخلص في سنتين 6 شهور بتكون خلصت. اذا الطفره اللي حاصله في القطاع الهندسي والانشائي في مصر، مرافق وخدمات، دي حاجه تضاف. المواطن بيوصل له من اعلام مقابل للدوله انه نقم على طريقه عمل عشان يوصل بسهوله، على كوبري مش عارف ايه، على استزراع سمك يتعمل بكميات مثلا وبيجيب لك عمله مثلا اجنبيه. في مشروعات قوميه لازم الشعب يبتدي يشارك فيها. مثلا تلاقي في طرق معينه هتخدم على الثروات السمكيه زي اللي في كفر الشيخ والمحافظات دي، بحيث نطلع الانتاج السمكي. تلاقيها معطله مثلا بعيد النيل مثلا، بس ده بره التخطيط. لازم نسترس عليها ونساعد. هنا ده دور المواطن، ان يبص ايه الدوله محتاجه تعمله، وهو يعتبر ان دي حاجته. اصل احنا مش حاجتك نطاق البيت فقط، نطاق المنطقه والشارع. ده دور المواطن. دور الحكومه برضه دكتور مايكل هي مساله الشفافيه، ان يكون في شفافيه ويكون في مصارحه بكل الحقائق للمواطن. وخلينا اقول يعني حتى لو في شيء سلبي، بالتاكيد انا كمواطن لما الحكومه تقول لي وتشاركني فيه بحس ان انا جزء من المشكله وجزء كمان من الحل. خلينا نتفق في النقطة دي جدا، لأن مؤشر الشفافية كل ما بيعلى في دولة كل ما مواطنينها بيبقى عندهم رضا، سواء اللي اتقال لهم ممنوع عليهم ده حاجة كويسة أو حاجة تبان إن هي مش لطيفة. لأن حضرتك عرفت الحقيقة في الأول والآخر، ما يقعدش أبني هرم ما من الخيالات والكلام ده كله إن إحنا واصلين في كذا ويطلع في الآخر مفيش، أو العكس صحيح، ما أقولش إن إحنا مفيش وإحنا عندنا بس الناس مش عارفة. فإذا مؤشر الشفافية أحد المؤشرات المهمة جدا، بس مع ربط درجة الوعي.
الوعي، يعني ربط درجه الوعي للمواطن ان هو يبقى عارف ان لو هي حلوه او وحشه لازم تبقى انت على وعي بكده، وبناء عليه تتحرك في التحرك ده، مش تنقم اول ما اقول لك احنا مش قادرين نعمل كذا مثلا، لا نحاول ونسد. وعلى فكره درجات الوعي زمان كانت عندنا اقوى بكتير، ونقدر نقول كان في فتره 73 لما كانت الظروف الاقتصاديه في البلد مش كويسه، كانت الناس عارفه ان الظروف كده، وكانت بتحكم يقلل الاكل، يعيشوا مش عارف ايه، بيحاولوا يعيشوا على قدهم. فدي النقط اللي لما يحصل مكاشفه مع درجه وعي كويسه للمواطن في الوقت الحالي ما يحصلش النقم او سخط على الدوله المصريه. وانا بتكلم على دور الحكومه، ودايما هفضل اقول كده، يعني هناك ادوار لأجهزة والوزارات داخل الدولة المصرية يجب أن تقوم بها بكل موضوعية. وأنا بنقد هنا نقد الناس دي لازم يعني تتحرك. وأنا أتكلم على وزارة الثقافة، وصول الثقافة ودورها، وزارة الشباب والرياضة، مراكز الشباب، أدوار مهمة جدا. للأسف وزارة الشباب والرياضة، مراكز الشباب مش عشان كورة ودورات، لا، ولا لاصول الثقافه وانا عشان حفلات، لا، كان اصول الثقافه زمان دكتور مايكل صحافه ومسرح وحاجات كتيره جدا. انت حضرتك ذكرت دلوقتي فتره تاريخيه هامه يعني من تاريخ الشعب المصري، اللي هو وقت الازمات الشعب كله بيلتفت حوالين القياده، دي الجينات المصريه، زي ما كلنا دلوقتي ملتفتين حوالين القياده المصريه في مساله وملف خطير جدا هو تهجير اهلنا في قطاع غزه. اتكلم هنا على دور الوزارات اللي هي برضه مسؤوله عن تشكيل وعي. خلينا نتكلم ان فعلا يعني في وزارات بتبقى محتكه مع الشعب بشكل مباشر، زي ما حضرتك ذكرت، وزاره الثقافه ووزاره الشباب والرياضه ووزاره التضامن الاجتماعي. الوزارات دي دور مثلا حاجه زي التضامن الاجتماعي، هي عامله اتحاد الجمعيات وبتتابع احتياجات المواطنين، بتحاول تساندهم، تقدر تعمل ندوات. يعني هي شغاله في الركن، في الجزء الاجتماعي. عندنا الركن بتاع الشباب ده ركن مهم جدا، لان خلينا نقول ان كل اسره اللي فيها شاب مثقف بيرجع ينقل الرؤيه اللي هو اكتسبها خلال احتكاكه بالدوله المصريه جوه اسرته. يعني دلوقتي بقى العكس، يعني الاب والام يقعدوا هم اللي يوعوا الشباب، لا، دلوقتي شبابنا اكثر نشاطا وثقافه، بيتعلم بره ويرجع يقول لهم يا جماعه في كذا، 1 2 3، ويخش على النت ويبحث لهم ويقول لهم بصوا شوفوا مش عارف ايه. اذا احنا دلوقتي وزاره الشباب والرياضه بقت عامل اساسي في الجزئيه دي. وزاره الثقافه واللي فعلا نتمنى ان دورها بقى لنا فترات كبيره بنتمنى نعيش الدور دوت فيها. كانت فرق مسرح بتتكلم عن الوعي الوطني ومسرحيات شعبيه بشكل جميل، وحتى لو عالميه بينقي اخلاقيات وضوابط معينه يقولها. برضو الحس الفني اللي كان بيطلع، مثلا تلاقي شاب متعلم العود فمضطر يغني اغاني وطنيه. الجزء الموسيقي والفني والحسي والثقافي في الدوله هي دي القوه اللي كانت بتبقى موجوده ايام سيد درويش و1919. كل ده كان ماشي على الفن وعلى الثقافه وعلى الشعراء. ما فيش دلوقتي عدد الشعراء متضايق جدا في مصر اللي كانت يعني مخزن ذاكره بالكلام ده كله. ما فيش جزء الركن الثقافي والتجديد فيه، وان في مسرحيات وحاجات بتكتب قليل جدا، على الرغم من وجود في مصر ذخائر. وبنشوف في دار الكتاب عفوا معرض الكتاب كتير من الكتب والمثقفين العاليين، بس مش محطوط عليهم توجيه معين، محطوط توجيه على الناس اللي ممكن تكون لا ترتقي بالذوق العام المصري. كانت يا دكتور، لكن ما هي اهم القضايا اللي الشائعات بتتناولها هذه الايام؟ يعني خلينا نتكلم لو خارجيا، كان في فترة قبل طبعا ما يحصل اللحمة الوطنية الحالية على قطاع غزة ان مصر بتخضع للترهيف، ان هي تسيب سيناء لتهجير اهالي غزة، ونفس الكلام بالنسبة للمملكة الاردنية. وكانت شائعة طبعا فخامة الرئيس بنفسه تصدى ليها والقيادة السياسية عموما في البلد. واحنا الحمد لله جيشنا قوي وقادر على حمايه اراضيه، ولن يفرض علينا شيء يعني بالقوه في اي حاجه. واحنا في نفس الوقت داعمين لاهالينا في غزه ان هم يفضلوا في حقهم وارضهم. يعني انا ما ساعدش في تهجير اخويا من ارضه او من بيته. تمام، اتفضل. بإشاعات أخرى الداخلية بقى، خلينا نتكلم دايما على موضوع المشروعات القومية اللي بيتم نقضها باستمرار، ده مؤشر ظاهر جدا. في نفس الوقت القطاع الصحي زي ما بقول حضرتك كل شوية
شائعات عن تجاره اعضاء، عن فيروس جديد هدفه يعني تضليل داخل الدوله وتفتيت ثقه. دكتور مايكل، انا شايف كل شكر تقدير لضيفي دكتور مايكل البدراوي مستشار التخطيط الاستراتيجي وسفير التنميه المستدامه. كنت ضيفا عزيزا في هذه الحلقه من مساحه الرابع. شكرا جزيلا وشكرا كل الساده المشاهدين على حسن المتابعه. القاكم دائما على خير. الى اللقاء.